عمرك حسيت إنك مش الأفضل؟ حاسس إنك دايما بتحاول بس مش بتلحق؟ بتصحى كل يوم تبص حواليك تلاقي الناس سبقوك، واحد سافر، واحد فتح بيزنس، واحد بقى مشهور، وانت لسه مكانك. أنا فاهمك، بس خليني أقولك حاجة. المقارنة دي مش عادلة، لأن كل واحد فينا بيبدأ من نقطة مختلفة. اللي معاه أدوات مش زي اللي بيحفر بإيده، واللي ظروفه مهيئة مش زي اللي بيواجه عوائق كل يوم. لكن اللي هقوله لك دلوقتي ممكن يغير كل ده، ممكن يخليك تبدأ تبص لنفسك بنظرة جديدة تماما. بس قبل أي حاجة، لو بتدور على التغيير الحقيقي وعايز تمشي طريقك بإصرار ووعي، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك الحلقات الجاية أول ما تنزل. وكمان شارك الفيديو ده مع حد بتحبه، يمكن يكون الكلمة اللي هيشوفها هنا تنور له طريقه. وبالمناسبة، الفيديو اللي بتتفرج عليه ده هو الحلقة التانية من سلسلة اسمها رحلة التغيير، سلسلة معمولة مخصوص ليك عشان تمسكك من ايدك وتعدي بيك مراحل التشتت، الكسل والشك، لحد ما توصل لفهم ونضج ونتيجة. ولو لسه ما شفتش الحلقة الأولى، لازم ترجع تشوفها قبل ما تكمل. هتلاقيها متاحة في بلاي ليست على القناة، اسمها رحلة التغيير، مرتبة علشان ما تضيعش، وسلسلة تقدر تسمعها وانت ماشي بتتمرن أو قبل النوم. السر مش إنك تبقى أذكى واحد في القاعة، ولا إنك تبدأ بفكرة عبقرية محدش فكر فيها قبلك. السر الحقيقي إنك تكمل. عارف إيه اللي بيفرق بين اللي بيحقق الحلم واللي بيفضل يحلم؟ مش الموهبة، الاستمرارية. الموهوب اللي بيقف بيبقى زي أي حد، والعادي اللي بيكمل بيكسر أي مقياس. في ناس بدأت معاك زمان بس سابوا الطريق بدري، وفي ناس بدأت بعدك بكتير بس كملوا. مين كسب؟ اللي كمل. والموضوع مش سهل بس بسيط. كل يوم تبني طوبة، كل لحظة صبر بتقربك خطوة. الزهر مش عيب، الملل طبيعي، وكل شخص ناجح مر بالمرحلة دي. بس الفرق هما عرفوا يتعاملوا مع الزهق. الزهق بيجي لما توقعاتك تكون أسرع من الواقع. انت متوقع تبني حاجة كبيرة في أسبوع؟ طب اسأل أي حد ناجح، هيقولك أنا بقالي سنين ببني، والنتائج اللي شايفها النهاردة كانت نتيجة مئات الأيام اللي ما كانش فيها حاجة بتحصل غير إني كملت. اللي بيوصل مش اللي مزهيش، اللي بيوصل هو اللي كمل رغم الزهق. هتلاقي دايما صوتين في ودنك، صوت بيقولك مفيش فايدة، ده ملوش لازمة، وصوت تاني بيقولك جرب، حتى لو فشلت هتتعلم. الصوت الأول سهل تسمعه لأنه دايما مرتاح، لكن الصوت التاني هو اللي بيفتح لك أبواب ما كنتش تتخيلها. التجربة مش بتثبت نجاحك، هي بتثبت لنفسك إنك تستحق تعرف الحقيقة. لأنك لو ما جربتش، عقلك هيفضل يزن فيك طول عمرك بياريت، وياريت مؤلمة أكتر من أي فشل. عارف الإحساس لما تقفل باب كنت واقف قدامه سنين؟ لما تجرب وتحسم، الإحساس ده لا يقدر، لأنك مش بس ارتحت، انت خرجت من دايرة الأسئلة اللي بتسرب طاقتك كل يوم. لما تجرب وتفشل، انت كسبت دروس، لكن لما تفضل خايف من الفشل، بتخسر نفسك كل يوم وانت ساكت. شفت مشروع بدأ بقوة، ضجة، ترند، الكل بيتكلم، بس بعد شهر سكت. ليه؟ الناس بدأت بس ما كملتش. الناس افتكرت ان البداية القوية هي الضمان، لكن اللي محدش قاله إن الاستمرارية الهادية هي اللي بتكسب الرهن. في ناس أقوى منك أكيد، في ناس أسرع أكيد، بس في حاجة واحدة ممكن تخليك تتفوق عليهم كلهم، إنك تكمل. اللي وقف ساب المسابقة، لكن أنت حتى وأنت بطيء لسه في اللعبة. النجاح مش دايما سباق سرعة، أوقات بيكون ماراثون صبر. خد بالك، اللي وصلوا مش دايما هم الأقوى، لكن هم اللي رفضوا يقفوا. كل خطوة كملتها، كل لحظة عديت فيها على تعب، كل مرة مشيت فيها لوحدك، كل دي حفر في صخر، وكل ضغطة بتقربك للقمة. هتوصل لنقطة في حياتك تقول فيها يا إما أنا كنت صح إني كملت، أو دلوقتي عرفت إن الطريق ده مش ليا. وفي الحالتين أنت كسبان، كسبت نفسك، كسبت نضج، كسبت احترامك لنفسك. لو الفيديو ده لمسك ولو بكلمة، اعمل لايك واشترك في القناة. شارك الفيديو ده مع اللي نفسك يشوفه بنظرة تانية. خليك معانا في رحلة التغيير، لأن اللي جاي أقوى. سلام.